نأخذ صورة أخرى وهي اجتماع المنفصل والبدل. المنفصل والبدل، إذا اجتمع المد المنفصل مع مد البدل ماذا نفعل؟ يعني مثلا عندنا قال تعالى عن إخوة يوسف: وجاءوا أباهم. أباهم، لا، جاءوا، ما آخر كلمة جاءوا؟ آخرها همز ممدود، همزة مضمومة بعدها واو. وجاء، طبعا وجاء هذا متصل، لا نتكلم عنه. وجاءوا، هذا همز ممدود يعني بدل. لما نصلها بما بعدها أول حرف في الكلمة التالية همزة أباهم، إذن هذا مد منفصل. الواو هذه واو جاءوا، مع الهمزة قبلها بدل، مع الهمزة بعدها منفصل. فماذا نفعل؟ نطبق القاعدة: أقوى المدود، أنا أكررها حتى تحفظوها: أقوى المدود لازم، فما اتصل فعارض، فذو انفصال، هذا صاحبنا المنفصل، فبدل. إذن المنفصل أقوى من البدل. وطبعا الكلام هذا كله لكل القراء إلا الأزرق عن ورش. إخواننا الذين يقرؤون للأزرق عن ورش، نحن الآن لا نتكلم عنكم، سامحونا، نتكلم عن كل القراءات العشر إلا الأزرق عن ورش. فذو انفصال فبدل، إذن المنفصل أقوى من البدل. وبالتالي وجاءوا أباهم، كم أنا مذهبي في مد المنفصل؟ إن كنت أمد المنفصل 4 حركات ووصلت إلى وجاءوا أباهم أمدها 4 حركات وأهمل البدل، أقول وجاءوا أباهم. ولو سئلت ما هذا المد أقول منفصل، والبدل أهمل. لو كنت أمد المنفصل 5 حركات ووصلت إلى وجاءوا أباهم أقول وجاءوا أباهم، أمد 5 حركات، أخذت المنفصل وأهملت البدل. لو سئلت أقول منفصل. لو كان مذهبي في المنفصل حركتين لحفص من طريق طيبة النشر، حفص رحمه الله من بعض طرقه من طيبة النشر طبعا، ولغير حفص عندهم المنفصل بمقدار حركتين. فإذا كنت أمد المنفصل حركتين ووصلت إلى هذه الآية أقولها هكذا: وجاءوا أباهم عشاء يبكون. وجاءوا أباهم يعني أمدها بمقدار حركتين. هذا ينطبق على البدل وينطبق على المنفصل، لأني لما مددت المنفصل حركتين لم أعتد بالهمزة. فلو سئلت ما هذا المد أستطيع أن أقول مد له سببان: انطبق عليه تعريف البدل وانطبق عليه تعريف العدد السكون لمن يقصر المنفصل. أقول لمن يقصر المنفصل. وضح أيها الإخوة؟ ما قلته نستطيع أن نرى على اللوحة التالية، وهي التي عنوانها اجتماع المنفصل والبدل. إذا اجتمع المنفصل مع البدل على حرف مد واحد أعمل السبب الأقوى وأهمل الأضعف، فإن تساويا في القوة أعملا معا. نحو وجاءوا أباهم. واللوحة التالية توضح ذلك، لأننا قلنا بأن عندنا في المنفصل 3 مذاهب ممكن يكون المنفصل بمقدار حركتين، وهذا من طريق طيبة النشر كما أسلفت، منظومة طيبة النشر، وليس من طريق الشاطبية. ولو جاءني البدل سوف أمده حركتين. فإذا اجتمعا في كلمة جاءوا أباهم كم أمد بمقدار حركتين. فإن سئلت أقول مد له سببان. أما إن كان مذهبي في المنفصل أن أمده 4 حركات، وطبعا أكيد البدل سوف أمده كم؟ حركتين. فإذا وصلت إلى وجاءوا أباهم أو ما شابهها أمده 4. فإن سئلت ما هذا المد أقول
اعتد بالمنفصل، يعني هذا مد منفصل وأهمل البدل. اعتد بالمنفصل وأهمل البدل. كذلك الأمر ما لو إذا كنت أمد المنفصل لوحده منفردا 5 حركات، والبدل طبعا حيكون حركتين، فإذا اجتمعا في قوله تعالى وجاءوا أباهم أمده 5 حركات. وأيضا هناك الحالة السابقة اعتد بالمنفصل يعني أهمل البدل، أهمل البدل. هذا ما يتعلق باجتماع المنفصل والبدل.